قلنا 100 مرة قبل العلاقة المفروض إن إحنا نستعيذ بالله من الشيطان. آدي النتيجة أهو، شوفوا ولاد إبليس بيقولوا إيه، إحنا ذنبنا إيه إن إحنا نشوف الأشكال دي. تبادل الزوجات يعني ايه؟ طبعا ايه، الناس اول مره تسمع الكلمه دي، لكن ايه، موجوده واتطرحت على التلفزيون 8000 مره يعني من 5 سنين. اوكي، اتطرحت امبارح في برنامج عيون الشعب بتاع حنف السيد. اوكي، احنا هنتكلم فيها ضنايا تبادل الزوجات. اتفضلي. الحكايه دي موجوده في الغرب وموجوده في افلام البورنو، ماشي، اللي هي ايه، 2 ستات مع 2 رجاله، ماشي، او اكتر، او 3 ستات مع 3 رجاله، او 3 ستات مع 2 رجاله، او 3 كده، اللي هو ايه، جمع رجال وجمع نساء. أنا عامة مش هطول مع الست دي في الفيديو ده، لأن يعني طبعا الأفكار القذرة اللي إحنا بقينا عمالين نشوفها اليومين دول، اللي ضد الدين وضد العرف وضد كل حاجة. بس أنا هسألك سؤال واحد بس، هو السيد الوالد كان عنده كام صاحب يعني؟ أنت متأكدة من نسبك ولا؟ بيسأل السيدة الوالدة كده إن كان مثلا هو أبوكي ولا حد من أصحابه، هو كان ليه كام واحد؟ إيه القرف إيه البلعات فتحت علينا من كل حتة ليه كده يا جدعان؟ لا لا، روح عند مامتك، مامتك اولى بيك، فهي اصلا بتعمل لك الغدا وبتكنس لك وبتعمل لك لبسك. انا مش ناقصه قرف من الاخر كده. هي دي بقى صرخة العانس، يعني دي بسم الله ما شاء الله مش لاقي واحد اصلا يشمها، وجايه تطلع تقول لك ده انا مش ناقصه قرف ولو ما عمليش كملوا. بس هي بتقول ايه؟ بس طبعا يعني انت ما في عندكيش مرايات في بيتكم؟ انا الراجل وبقولها هو على الهوا، لو ما دخلش حياتي ضيف لي، لو ما فتحليش باب العربيه وانا بركب، لو ما بسش ايدي كل يوم الصبح، لو ما قدمليش كل حاجه كاسيت. بس مع احترامي للستات طبعا، انت بتتكلمي كست، هي فين الست دي؟ يعني انا مش شايف بصراحه ست. وانت حاسبه نفسك بالستات ولا حاجه؟ انت نعجه ماشيه في المراح. طالما النهارده الراجل في حياتي بيعلي صوته عليا وبيقول لي انت لابسه ايه وانت خارجه، ولا كنت فين راجعه متاخر، واعملي لي واكنسي لي، وعايش حياه السيد، السيد مات. تقولي كده من الاول ان انت عايزه تتجوزي خروف طالع له. وبعدين يعني انا مني دلوقتي رساله للي هيتجوزك ان شاء الله، ده لو لقيت حد يعني، دي ماشيه في الشارع عادي ان شاء الله تمشي من غير هدوم، انا اضمن لك ان مفيش حتى كلب ماشي في الشارع بلدي هيبص عليه. مين قال ان الراجل لما يبوس رجل مراته هو كده راجل قليل؟ احب اقول لك ان انت كده مش هتكون راجل قليل ابدا، واحب اعرفك ان جوزك لو عمل معاكي حاجه زي كده فدي حاجه كويسه جدا يا سيدي. الدنيا اقل وابسط من كده. انا عن نفسي كامينه شايفه ان الراجل بصراحه كده ملزم ان هو فعلا لازم يبوس رجل مراته. بصي يا امينه، يعني انا عذرك عشان عامه انت كده كده ما بتشوفيش رجاله غير ان كان ابوكي وان كنت متجوزه مثلا الخروف اللي انت متجوزاه. بس طبعا مش كل الرجاله زي ابوكي او اللي انت بتشوفيهم بيعملوا كده عامه يعني، ماشي. فطبعا يعني بسم الله ما شاء الله بره اخرجي وشوفي الرجاله وانت هتعرفي الرجاله على الحق. سيبك من الخروف اللي رباكي او الخروف اللي مسؤول عنك. ست مش بتكتفي براجل واحد في حياتها. بصي، هرجع برضو للكلام اللي الرجاله دايما بتستخدمه، يقول لك ايه، اصل فطره النساء لا تتحمل غير راجل واحد. المعلومه دي خاطئه بالمره. بيتهيألي كده ان انت ممكن تسالي الست الوالده، هي يعني اكتر واحده هتقدر تفيدك ان الست بتستحمل لحد كام. هي اخلاق النساء، ترجع تاني لاخلاق النساء، اخلاق النساء ودينها وحيائها وتربيتها والعرف المجتمعي هو اللي بيحكم عليها بده. لكن هات اي ست تانية في اي مكان في العالم ما بيحكمهاش ولا دين ولا عادات ولا تقاليد ولا عرف، ممكن تلاقي في حياتها اكتر من راجل. وفي بعض الديانات الاخرى الغير سماويه زي البوذيه والهندوسيه، في الديانات القديمه هتلاقي ستات في تعدد، ممكن ست تكون متجوزه اكتر من راجل يعني. هي دي بقى نتيجة تربية المعيز. يعني انت ممكن تلاقي واحدة مثلا ايه اللي مربيها خروف، يا الهبلة هتجيب ايه مثلا. بس انا اكتر حاجة يعني نفسي ما تكونش موجودة، يعني ان الحاجة والدتك ما تكونش جابت منك 2، يعني اكتر من كده مش عارف. الموضوع ملوش علاقه بالفطره، الموضوع له علاقه بالدين اللي بيحكمنا والعادات والتقاليد والعرف المجتمعي، ان الست ما ينفعش تكون غير مع راجل واحد. فانت ما تجيش بقى تحكم عليا كمعشر النساء او كمرأة بشكل عام وتقول لي انت فطرتك لا تتحمل غير راجل واحد. عايز اعرفه دلوقتي بس، هو الازهر الشريف فين من الكلام اللي عمال يحصل ده؟ هما فين من القاذورات اللي عماله تطفح علينا من كل ناحية؟ فين المجلس الاعلى للاعلام ان هما يسمحوا للكلبة زي دي ان هي تظهر على الشاشات؟ فين المسؤولين عن الكلام ده؟ ايوه، يعني حضرتك عايزه ايه برضه؟ يعني حضرتك يعني ما هو طبيعي الست ما يبقاش في حياتها غير راجل واحد، ده الطبيعي. انا عايزه الرجاله تبطل تتكلم عن فطره النساء وعن احاسيس النساء وعن مشاعر النساء. هي مزعلاكي في ايه فطره النساء؟ مش مزعلاني في حاجه، دعوا النساء تتحدث عن نفسها. وانت مين يا تربية الزرايب اللي اداكي الحق ان انت تتكلمي عن النساء بوجه عام؟
انت واحده خارجه من زريبه، واحده السيد الوالد اصلا ما ترباش عشان يعرف يربيكي، فانت مين انت عشان تتكلمي مثلا عنه؟ يا ريت يا جماعه المجلس الاعلى للاعلام يتدخل في الموضوع ده، وممنوع اي كلبه من دي تظهر على الشاشات مره تانيه.